وبركاته. تم تركيب المجموعة بتاعت سامي جد الله بفضل ربنا عز وجل. فلتر التصفية، الموتور بتاعنا دخول وخروج وباي باص على الأساسي وباي باص عمومي. المحبس ده صاعد يملى الخزان لوحده. المحبس ده نازل من الخزان، لو حبيت اخد ميه من الخزان بالموتور اخد ميه من الخزان واقفل ده، يبقى الموتور بيشفط ميه ايه مفلتره تمام من الخزان. تمام كده بنعمل تشغيل جاف للموتور، نعمل تشغيل جاف للموتور عشان نشتغل. نجرب السيف جارد الاصلي طبعا. السيف جارد ايه الاصلي مش التقليد ولا المضروب. الموتور بتاعنا بدا يسخن. تمام درجة الحرارة بتاعنا طبعا كل حاجة أصلي، حاجة فابريكا، شغله كله حديد جلفنايز. تمام حنفية تصفية واختبار، حنفية باك ووش بتاع الفلتر بتاعنا. تمام وده قلنا قبل كده المحبسين دول الصعب بتاع الخزان والنازل. لو حبيت اخد ميه من الخزان نازل من فوق اقفل الصاعد واقف واخد من النازل. تمام في حالة ان الموتور ميه قطع بعمل تحويلة. تمام كده الموتور بتاعنا شغال جاف. الموتور بتاعنا ايه شغال جاف. هنستنى لما يعدي يخش في ال30. طبعا بسم الله ما شاء الله سيف جارد الاصلي بيعد على طول بفضل ربنا عز وجل يعني. تمام مدك واشكرك يا رب. كده الموضوع تم على خير الحمد لله. المكان ده كان فاضي خالص، عمالنا دخول وخروج وباي باص. تمام بفضل الله سبحانه وتعالى. بالون طبعا ايطالي اصلي، شغل بفضل ربنا عز وجل على الفابريكا بفضل الله سبحانه وتعالى. بس هذا السيف جارد يفصل معانا كده. العد التنازلي بدأ خلاص اهو. السيف جارد باذن الله هيفصل عشان ده الاصلي مش المضروب. انا شايف الاصلي يا حاج سامي، شايف الاصلي بفضل ربنا. افصل يلا بفضل الله فصل. تمام امال ايه؟ ليه بيعد بقى زياده؟ نظريه الكثافه. نظريه ايه الكثافه؟ ان الميه الساقعه بتبقى تحت واقصى الميه السخنه فين؟ فوق. وكمين المستشعر بتاعنا عالي الجوده بفضل ربنا عز وجل يعد معاك اعلى. اول ما ينزل معاك تاني لوحده اوتوماتيك لغايه 29 هيشتغل معاك على طول ان شاء الله. تمام طبعا بيقعد فتره طبعا حس ان الميه سخنه مش هيشتغل. لما يحس ان الميه بقت سقعت وصلت 29 هيشتغل معاك ان شاء الله. هنقول كده الميه جت، كده الميه جت وفاتحين ما فوق عشان بس تعمل ميه، تعمل مرور. لو حد فاتح ميه هي ريت يفتح ميه عشان بس تعمل مرور ميه. ما تعمل مرور يبقى السيف جارد ايه يحس بيها ويبدا ايه يفصل الميه. كل بالونه ليها محبسها خاص بيها. لا قدر الله حصل حاجه في البالونه دي نقفل محبسها لوحده. حنفيه تصفيه البلالين واختبار وغسيل المجموعه كلها. تمام الشيك فالف طبعا بوصه ونص عشان الضخ والتصريف ما يخنقش الموتور. ما ينفعش اخرج بالموتور بوصه. اي نعم الخواجه عامل بوصه بس انا ما اخرجش بوصه، اخرج بوصه ونص عشان ضخ الموتور يبقى ايه واخد راحته في الضخ. تمام زي ما احنا قلنا قبل كده موضوع الضخ والتصريف يا جماعه. وطبعا دول باي باص لوحدهم خالص كده. وحبينا نقفل المجموعه دي كلها ونشغل بيت لوحده. محبسته هنا ورا اهو، محبس لوحده خالص. لو حبينا نشغل دايركت على طول ونقفل كل البرنامج ده كله. تمام كل حاجه معمول حساب بفضل ربنا عز وجل. والباكوش بتاعنا هنعمله دلوقتي ان شاء الله برضه في فيديو تاني. خليكم معانا. صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.